السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده مع بعض هنعمل بابا غنوج زي ما انتوا شايفين. جبنا كده بتنجانة كبيرة، غسلناها بس يا دوب وسبناها بالبتاع بتاعتها اللي فوق دي، حطيناها على عين البوتاجاز هنفضل نقلب فيها كل شويه. هنا جبت تومة قطعتها حتت صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا مفيش الا مفرومة. طبعا هقلب في البتنجانة كل شويه. انا عملت طبعا واحدة عشان انا واحدة بس. كده كانت خلاص استوت معايا. بدأت بقى ان انا اقشر القشر الاسود كله من عليها، وبعدين اهرسها بالشوكة. حطيت على معلقتين خل، حطيت شوية ملح، حطيت شوية كمون، حطيت شوية فلفل اسود، وبعدين حطيت 3 معالق طحينة كده معايا بتديها طعم وبتمسكها. كان ما شاء الله زي العسل، احسن بقى من المقلي والزيوت وكده. طريقة حلوة وسريعة وصحية، وممكن ينفع بقى العزومات او مثلا جنب السمك وكده. كان ما شاء الله حلو قوي. طريقة سهلة وبسيطة وسريعة. ممكن تقطع عليه فلفل حامي لو عاوزة، بس انا ما قطعتش عليه يعني، حبيته كده. كان ما شاء الله جميل وطعمه حلو قوي. بصوا ما شاء الله، طريقة سهلة وبسيطة وسريعة. بأول حاجة تجيبي البتنجان اللي انت تعمليه، ممكن تعملي واحدة او اكتر حسب ما انت عاوزة. هتغسليها، تحطيها على عين البوتاجاز، هتحطي توم مفروم، وهتهرسيه بقى بعد ما يستوي معاك. تفضلي كل شوية تقلبي فيه، وتحطي شوية ملح وشوية كمون وشوية فلفل اسود، وتحطي معلقتين خل و3 أو 4 معالق كده طحينة، وتقلبهم كويس كده مع بعض. وبالهنا والشفا يعني. طريقة سهلة وبسيطة. ممكن تقطع عليه بقدونس او تقطع عليه فلفل حامي، بس انا ما قطعتش لا ده ولا ده. حبيت ان انا اعمله بالطريقة دي، سهلة وبسيطة كده وسريعة. جربوا بقى الطريقة دي وقولوا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.